اي يا اختي مرحبا حياتي. تعالي قلبي، تعالي تعالي قلبي انا، تعالي تعالي قلبي انا، حبيبي انا، تعالي قلبي انا، تعالي تعالي قلبي انا. قولوا له ايه ماما دلوقتي يلا هاتي يلا ماما، تاكلي يلا روح. ماما تعالي، ها نشوف شو جايب لينا. سلطة، دولمة، سلطة جرجير. شوفوا ما لقى الا بشي بمطعم اربيل الا الدولمة. ما في سمك وفي مشاوي، من قلة المحاشي اللي بعملها بالبيت جايب له دولمة، ما بحبها. هاكو السلطة. هاي اكل تاتا. اوكي. وحشتوني كتير كتير كتير. الجزء الثاني من المشتريات البيت الجديد. شو جبنا؟ باقي الرفايع اللي ما بتخلص ولا راح اخلص. صينية مناسف اللي بعملها الكبسة او البخاري بيكون فيه كركم، والكركم اذا حطيته على الابيض ما بيطلع، واذا ما طلع ما بيكون شكله كتير لطيف، وبيكون تحسوا انه صاروا 100 سنة قديم. ما بيصير لك النفس انك تستخدميه تاني وترميه. بس هذا السلس كتير حلو، تغسليه وبيرجع جديد زي ما كانوا. كتير حلو الصواني للرز شو دي رايح عندي بالحمام. كتير الحمام صغير، يعني مشكلتي بالبيت كله هو الحمام كتير صغير، ما فيهوش بانيو، حتى ما فيهوش في علاق نعلق فيه الشامبو واغراضنا الخاصه اللي بالحمام. فجبت هاي، استنى فرجيكم ليها مصورينها وهي هيك. اوكي هيك شايفينها. حطيت 3 طوابق حلوه. جبت هاي الملاعق الخشب اللي ما بنقدر نستغنى عنها، هاي اجت يعني بتشم عليه انا. شوفي لولو حلوه انا. يلا هلا بنشوف اغراض لولو. اوكي الملاعق الخشب حلوه كتير، ما بقدر استغنى عنها. استنوا. جبت هاي المعدن تبعها ما حبيته انا. بالمزمزات تبعت لولو بحبها تكون شويه المعدن تبعها قوي ونظيف. اوكي فهي ما عجبتني. شفت هاي كتير حبيتها، واو بتجنن على رسمه الدبدوب. المعدن تبعها كتير حلو ونظيفه حلوه. اليوم هون مدام لولو سكرت ال3 سنين يبقى لازم اعلمها في الحمام. فجبت لها هاي القعده تبعت الاطفال اللي بنحطها على قعده الحمام علشان تكون قدها وتساعدها انها تسوي بدي فيها. وهي القطاعه الخشب قويه، والخشب تبعها كتير حلو حبيتها جبتها. وهي تبعت اللي بتكون على المغسله لما نحتاج انه نمسك الليفه ونغسل المواعين. هاي العده تبعتها الصحن، اذا فتحتها ما راح تعرفوا تشوفوها كتير منيح. فهي مرسومه بالكرتونه من برا. فرجيكم هيك شايفين. اوكي حلوه كتير. وهي مثل تبعت ضد الحراره، يعني طنجره سخنه، اي شيء سخن، صينيه، طنجره، اي شيء سخن بنحطها تحتيها، حافظ على الحراره، بنحطها تحتيها، يعني اي شيء سخن بنحطها
فوق هاي، ما بعرف انا ناسي اسمها، اعذروني. انا من وجع اللوز ضرب على بداني، من بداني ضرب على راسي. المهم بالمشتريات هي كوم، وجبت وهدولا كوم تاني. هدولا من زمان نفسي فيهم، وكنت بأجل نفسي كل شوية لفترة، لا بعد بكرة شهر الجاي، وأوقات بنساهم وأوقات بطنش وأوقات بشوفهم قدام عيني وما ليا نفسي أجيبهم يعني. المهم فالمرة هي لما شفتهم قلت بس بدي أجيبهم. تبعون الملح تبعون الملح، تبعون الفلفل الأسود هاي يا سلام. فانا جبت اتنين علشان احط فيها الملح الخشن والفلفل الاسود الخشن. عيوني البهارات لما تيجي تجيبيها وتنعميها بتكون فريش وريحه وطعمها احلى من الف مره لما تجيب البهارات مطحونه. فهي كتير رح تفرق معايا، فحلوه كتير برجعها. واخترت اللون الخشبي علشان هيك يعني تكونوا مثلا طقم مع القطاعة. ودول معالق والشوك نازلين عليهم عروض مبدئيا. اوكي 2 شوك و3 معالق، لا 3 شوك و3 معالق. حلوة. هاي بتاعون مسدسات بتاعون الغاز لما بدنا نولع الغاز. صابون وثوان. احكي لهم هاي. يلا تعالي اقعدي. يلا ونشوف اغراض مين. اغراض لولو. هاي طقم بيجي الشورت، تيجي بفوق الخصرة وهيك بنربطها على طريقة فلونكة، وهي اكيد ربطها على الراس. اوكي. وهي التيشيرت، بس التيشيرت جاي مثل السلوبيتا من تحت مسكر، احلى بكتير مع هاي الشورت. كتير حبيتها، كيوت بتجنن، حلوة كتير. مقاس 90. وهذا الفستان، هذا مش فستان او فستان حلو كتير، ما عندي اشياء زي هيك لولو. وهذا المنطلون تبعها، مش منطلون برا موضة. وهي التيشيرت عجبني كتير، حلو. وهادي انا جبت اللبس الصيفي تقريبا من تركيا للولو، بس لما نزلت الاسواق هون وشفت اللبس الصيفي للاطفال ندمت. حكيت لرامي قلت له انا ندمت اني جبت اللبس من تركيا للولو، لو اعرف هيك كنت جبت لها من هون. اشكال بتجنن، موديلات كل واحد احلى من الثاني، ما ليها حل يعني. شوفوا هذا كيوت محلى مجنن. وهذا الشورت تبعه واو، يعني بيجي حلو كتير. هدولا كتير حبيتهم لرامي. هذا حلو كتير. والتاني هذا التاني حلو. اي لولو فتحة 2. طيب وهذا الشبشب جبت لها واحد بس طلعت فيه اليوم، وما دام طلعت فيه بالشارع مستحيل اخليها تلبسه بالبيت. فهاي مشتريات بيتي الجديد. اتمنى انكم تشاركوني اول باول وتحطوا لي لايكات عشان يوصل لكم كل جديد. ومنضطريه اني اسكر هلا انه اجت حاله لولو. اوكي بحبكم كتير 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 كتير، واللي ما اشترك بالقناه اشتركوا بالقناه عشان تكونوا جزء من عائلتنا. باي.